السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنرحب بكم من جديد على قناة وصفات خديجة. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى الف خير. بالنسبة للوصفة اللي غادي نشارك معكم اليوم رايب منزلي ناجح، وصفة اللي رائعة كتجي بنينة بزاف تعجب الكبار والصغار، وغادي تحتاجوها ان شاء الله في رمضان المبارك. كنتمنى ان شاء الله هاد الوصفة هذه تنال الاعجاب ديالكم. كيف ما لاحظتوا هنا القوام ديال الرايب ديالنا كيجي بحال هكذا. هنا انا كنفضل نديرو في قرعة كبيرة، ومن بعد كنحتفظ به في الثلاجه، وكتبقى كل ما كتبغيوه اولا كتحتاجوه كتعمروا الكميه اللي كتناسبكم. هنا تقدروا كذلك الا بغيتوا تقسموهم على قنينات ديال الزاج. بالطبع انا هنا كنصحكم باش توجدوهم في القنينات ديال الزاج، ما تستعملوش البلاستيك، وتحتفظوا بهم في الثلاجه. دابا نبداو على بركه الله نشوفوا المكونات وطريقه التحضير. اول حاجه الحليب اللي استعملت هنا الحليب العادي، تقدروا تستعملوا هكذا الحليب العادي اولا الحليب اللي كيكون كامل الدسم اللي بغيتو. غادي ندير 1 لتر من الحليب وغادي نشعل عليه النار وغادي نخليه حتى يفاد. وفي الاثناء اللي الحليب ديالنا كيطيب غادي ناخذ القنينه ديال الزاج، غادي نوضع فيها 2 علب ديال الياغورت بالنكهه ديال الفاني. بالطبع هنا من الافضل تستعملوا الياغورت اللي كيكون عاقد. كنضيف عليه 6 ديال المعالق كبار ديال السكر. هنا البنات كل اطرو ديال الحليب كندير له 2 معالق كبار ديال السكر، وكنضيف كذلك واحد 2 اكياس ديال سكر الفاني، نصف لتر ديال الحليب. غادي نخلط هاد المكونات مزيان. بالنسبه للبنات الكميه ديال السكر فكتجي الحلاوه ديالو معقوله، ما كيجيش حلو بزاف. بالنسبه للناس اللي عزيز عليهم الحلاوه يقدروا يزيدوا واحد 3 ديال المعالق كبار هكا ديال السكر، ويقدروا يزيدوا كذلك حتى الاكياس ديال الفاني او الفانيلا السائله الا بغاو النكهه ديال الفاني تجي هكذا مركزه اكثر. هنا من بعد ما كنخلط المكونات ديالي مزيان وكينسجموا مع الحليب غادي نزيد اخر اطرو ديال الحليب. انا هنايا استعملت 2 اطرو ديال الحليب ونص. نفس هاد المكونات تقدروا تستعملوا حتى 3 اطرو ديال الحليب، يعني ديروا 2 علب ديال الياغورت مع 3 اطرو ديال الحليب بالنكهه ديال الفاني، وبالطبع يكون عاقد. وغير تبغيو تسخنوا الحليب غادي تسخنوا اطرو ونص ديال الحليب. وبالنسبه للكميه ديال السكر والفاني هذاك الساعه راكم كديروا على حساب الذوق ديالكم. صافي هنايا من بعد ما كنخلط المكونات مزيان دابا غادي نزيد عليهم الحليب. كيف ما كتلاحظوا من بعد ما كيغلى مزيان وكيبغي يفيض صافي كنطفي عليه وكنجي كنضيفو على المكونات ديالي كنخلطو مزيان. هنا بالنسبه للبنات اللي ما عندوش قرعه ديال الزاج كبيره يقدر هاد المرحله هذه يخلط في شي اناء، ومن بعد ما يخلط مزيان يعمرهم في قرعه ديال الزاج يسدهم، حطوهم غير هكا وخايه فوق سطح العمل وديروا الكاشه وتحطوا القرعات ديالكم وتغطيوهم مزيان وتخليوهم. ومن بعد ما غادي نخلطوا مزيان صافي دابا غادي نغطي القنينه ديالي وغادي ناخذ واحد الكاشه وغادي ندير هاد القريعه هذه في وسط الكاشه، ومن الافضل تزيدوا تغطيوها بكاشه اخرى. بالنسبه لهذا الرايب هذا وجدته في الليل، الغد ليه في الصباح غادي يصبح واجد. فقط كتاخذوه هكا وكديروه في الثلاجه تخليوه 1 ساعه حتى ل2 ديال الساعات وكتقدموه بالصحه والراحه. بالنسبه في رمضان ان شاء الله تقدروا توجدوه هكذا في داك الوقيته ديال ما بين الظهر والعصر وتخليوه حتى كدير داك 10:30 حتى ل11 كتهزوا القرعه ديالكم وكديروها في الثلاجه. وفي السحور ان شاء الله راه غادي يكون واجد تسحروا به بالصحه والراحه. وكانت هذه هي الوصفه ديال اليوم. كيسبق لي وقلت لكم الحلاوه ديالو كتجي معقوله، وبالنسبه للناس اللي ما عزيزش عليهم الحلاوه بزاف فيديروا غير القياس ديال السكر اللي ذكرت لكم. كيف ما كتلاحظوا القوام ديالو كيجي بحال هكا. كاين الناس اللي غادي يبغيو يكون هكذا شويه خفيف على هكذا. قبل ما ديروه في الثلاجه خلطوه. اللي بغاه خفيف قبل ما يوضعوه في الثلاجه يخلطوه هكذا في وسط القرعه مزيان ويغطي القرعه ديالو ويديرها في الثلاجه. وكانت هذه هي الوصفه ديال اليوم. كنتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. ملتقانا ان شاء الله في الفيديو القادم مع وصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.